تعرف إن في أكلات بريئة بتاكلها كل يوم وبتكون هي السبب الخفي ورا الارتكارية؟ خليني أقولك أهم أكلات تزود الحساسية وإيه أكلات تانية ممكن تديك راحة. الأكلات المرتبطة بالارتكارية مش دايما بتكون واضحة، لكن في أكلات شائعة جدا بتزود الحالة عند بعض الناس. المأكولات البحرية زي الجمبري والسمك، المكسرات خاصة الفول السوداني، البيض واللبن والشوكولاتة، المعلبات والأكلات المصنعة اللي فيها مواد حافظة، وطبعا الألوان الصناعية. طبعا في المقابل في أكلات جدا ممكن تساعد الجسم إن هو يهدى ويقلل الالتهاب، زي الخضار الورقي الجرجير والسبانخ، فواكه وخضروات زي الخيار والتفاح والكمثرى. شرب كميات كفاية على مدار اليوم كله طبعا بيساعد جدا إن هو يقلل أعراض الارتكارية. لكن مهم أوي نعرف إن كل جسم مختلف عن التاني، يعني اللي بيسبب حساسية لحد ممكن بسهولة جدا ما يسببش حساسية لشخص آخر. الخلاصة إن الأكل ممكن يكون سر تعبك أو سر راحتك. ما تنساش تعمل فولو للصفحة، ولو عندك أي سؤال ابعته في الكومنتات وهرد عليكم. ولو عايزين خطوات العلاج الأساسية للأرتكارية المزمنة اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم بالتفصيل. وكمان شاركونا في الكومنتات إيه أكتر أكلات بتحسوا إن هي بتكون بتسبب لكم ارتكارية. دمتم سالمين، تحياتي دكتورة علا عمر.